السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أغلى اخواتي ومتابعين في الدنيا. وحشتوني وحشتوني. تعليقاتكم بتفرحني جدا، بس مشاهدة الفيديو تكملته للآخر هيفرحني ويسعدني أكتر، عشان ده بيرفع القناة. النهاردة هنعمل مع بعض هريسة شطة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنعملها بطريقتين مختلفين، والاتنين أحلى من بعض، والاتنين يقعدوا معاكي فترة طويلة وطعمهم مميز جدا. هقولك على السر واللون والطعم وازاي يقعد معاكي من السنة للسنة من غير ما يغير لونه ولا طعمه ولا ريحته، بطريقة بسيطة ومبسطة جدا. هرست شطة من الوصفات اللي مش بنقدر نستغنى عنها في الأكلات السبايسي الجميلة، زي المكرونة بالصلصة أو خلطة البتنجان أو السلطات، في حاجات كتير وفي المشويات كمان. النهاردة هنعملها بطريقة مبسطة وسهلة جدا. يلا بينا نسمي الرحمن ونصلي على حضرة النبي ونشوف مكوناتنا الجميلة ايه. أول حاجة كده حبايبي، عندي 2 كيلو من الفلفل الأحمر المسكر القمر ده فلفل مش حامي قوي يعني، ده تحس ان كده فيه مزازه ومسكر جدا. كنت غسلاه ومصفياه طبعا نشف خالص، وكنت حايشه كده القرطاس، او كنت حايشه التاج كده اللي على راسه، وكنت منضفاه زي الفل كده وسبته ينشف مفيهوش ولا نقطه ميه. والخطوه دي مهمه جدا عشان تضمني سلامه الفلفل معاكي وان يعيش معاكي وقت اطول. هنسمي الرحمن ونجيب الكبه بتاعتنا اول حاجه كده، ونفضل نحط شويه بشويه فيها كده على قد الكبه ما تشيل. ممكن بمخرطة الملوخيه، وممكن كمان يا حبايبي تدقيهم جامد جامد في الهون، بس ده ياخد معاكي وقت طويل، بس المفرمه او الكبه هتخليهم ناعمين جدا. بصوا كده يا حبايبي، انا حطيت شويه حلوين لغايه لما الكبه بتاعتي اتملت. احنا مضفناش اي اضافات خالص غير الفلفل دلوقتي، اللي هنضيفها مميزه جدا وهتخلي هرس الشطه بتاعتك طعمها يجنن، تفضل معاكي فتره طويله كمان، وهتكون طعمها مميز عن اي هرسه شطه تشتريها من بره. فرمتهم كده ناعم، بس مش قوي يعني، كده خشنين مش ناعمين قوي عشان ما ينزلوش الميه اللي فيها. بص كده ما شاء الله يا حبايبي، ما ننساش دايما احنا واقفين في مطبخنا او بنعمل اي حاجه نذكر الله دايما عشان ربنا يحسن من بين ايدينا. بعد كده ما فرمتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه كده ما شاء الله. ودي كانت اول كبه، وفرمت واحده تانية بعديها. وبعد كده هنبدا نحط التوابل الضروريه اللي لازم نحطها دلوقتي علشان تفضل معانا بطعم مميز جدا. حطيت معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، معلقه من الملح، وحطيت معلقتين من عصير الليمون، وكمان معلقتين من الخل. والخطوه الحلوه جدا هي العسل الاسود، هحط معلقتين من العسل الاسود، هيخلوا كده الهريسه كده لها مزازه وطعمها مميز جدا، وهتكون حلوه وطعمها حلو جدا. حابه تضيفي بابريكا في الوقت ده تمام، مش حابه خلاص، هو اللون اساسا بيتكلم عن نفسه مش محتاج اي الوان تاني. بصوا ده بلونها الطبيعي القمر من غير اضافه بابريكا ولا اي حاجه. ضفنا التوابل كده اللي هي الكمون والكزبره الناشفه والملح، وكمان يا حبايبي ضفنا العسل والليمون والخل. مفيش اجمل من هنا، ريحتها هنا كانت قمر يعني، عايزه اعمل كده سندوتش من الريحه الجميله. هنا هنضيف اضافه مهمه جدا ما ضفتهاش ليه في الكبه، هقول لكم ليه دلوقتي يا حبايبي. ما شاء الله تبارك الرحمن، بصوا اللون هنا خطير. خلي بالك انت لو بتعملي هريسه الشطه حاميه او فلفل من الحامي الحراق جدا، طبعا تخلي بالك انك تكوني لابسه جوانتي علشان ده صعب جدا في الاستعمال، وبعد كده ممكن لا قدر الله ايديك تتبهدل. بص يا حبايبي انا كده خلاص، دي كانت تاني مره هقلب كل الخطوات كده مع بعض. يعني انا هعمل البرطمان الكيلو ده، ما شاء الله ده يكفي كيلو حلو جدا 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 جدا. هنضيف الاضافه اللي هتخلي الهريسه بتاعتنا مميزه، هي الزيت. انا عندي نص كوبايه من الزيت، وما ضفتهاش ليه في الكبه، عشان لو ضفت الزيت مع الهريسه هتخلي لون الهريسه يفتح شويه كده، يبقى لونه ابيض شويه. لكن الزيت هنا هيحافظ على لون الهريسه، وكمان هيحافظ عليها لا قدر الله ما يحصلهاش اي حاجه ولا يصيبها عفونه ولا اي حاجه خالص، وتفضل معاكي في الفريزر من السنه للسنه من غير ما تبوظ ومن غير اي حاجه خالص. تحفه قمر قمر قمر. بصوا يعني دي كانت اول هريسه احنا عملناها مع بعض، والطريقه دي ممتازه وجاهزه كده على الاكل على طول. حطيها على بتنجان كده، حطيها على مكرونه، حطيها بقى على حبه جبنه بيضه، مفيش اجمل ولا احلى من كده. هنعمل بيها وصفات جايه كتير. الهريسه الجاهزه دي لذيذه وحلوه، تفضل معاكي كده في التلاجة او في الفريزر لمده طويله. هتحطيها في الفريزر تفضل معاكي من السنه للسنه، لكن هتحطيها في التلاجة تخلي بالك المعلقه اللي تاخدي بيها تكون نظيفه، ما تكونش مستخدماها ابدا، وتكون كمان ناشفه عشان الهريسه عمرها يطول معاكي وما تبص معاكي بسرعه. هجيب برطمان يكون ناشف ويكون كمان معقماه كويس علشان
تفضل معاك الهريسة لوقت اطول. اهم حاجة ما يكونش فيه ولا نقطة مية، والحاجة اللي احنا نستخدمها كلها ما يكونش فيها مية، علشان لا قدر الله المية لو وصلت للهريسة هتصيبها العفونة لا قدر الله، وهتبوظ منك بسرعة. بصوا كده ما شاء الله، يعني البرطمان ده برطمان على قد كيلو. بصوا كده يا حبايبي، كمية الزيت اللي انا حطاها مناسبة جدا، مش هحتاج احط زيت على الوش تاني ولا اي حاجة. لو الزيت قليل معاكي حط حبة زيت كده على الوش. هنعمل بقى الخطوة التانية للهريسة اللي هتفضل معاكي حرفيا من السنة للسنة، وهيكون برضو طعمها مميز جدا، بس المرة دي من غير اي توابل ومن غير اي بهارات. هنعمل فيها تكتين بس مهمين لازم تخلي بالك منهم، عشان كمان برضو تفضل معاكي لفترة طويلة من غير ما تبوظ منك. بصوا ما شاء الله شكل الفلفل قمر كده، شكله كده يفتح النفس يعني. من الحاجات الحلوة جدا في التخزينات وتنفع جدا في الوصفات. يا سلام يا سلام على حبة بتنجان كده وفلفل مقليين عليهم معلقة هريسة، تحفة. او لقمة عيش محمصة كده يا سيدي على الجمال، وعلى القمر جنبيها حتة جبنة بيضة، تحفة تحفة. هنعمل وصفات كتير جاية ان شاء الله فيها هريسة الشطة، احنا مش بنقدر نستغنى عنها من جمالها ومن حلاوتها. احنا بنحب الاكل السبايسي الصراحة يعني. هرسة الشطة دي بتسد معانا وبتكون زي الفل في كل الوصفات، يسيد عليها في المكرونة اللي بالصلصة التحفة. هنا هرسنا اول كب يا حبايبي للبرطمان التاني اللي احنا نعمله مع بعض. احنا هنعمل كمية كبيرة من هرسة الشطة النهاردة بطعم مميز وطريقتين مختلفين. كنت هرست كده اول كب يا حبايبي، واحط عليها معلقة من الملح وهبدأ افرمها ناعم. بصوا كده، بعد ما ضفت الملح كده حبايبي هفرمها فرمه بسيطه، بس ما نعمهاش قوي عشان ما نزلش الميه اللي في الفلفل. بصوا كده ما شاء الله يا حبايبي، بعد ما فرمناها كده حبايبي اهم حاجه نجيب الطبق اللي احنا هنستخدمه او البرطمان او اي حاجه هنستخدمها ما يكونش فيها ولا نقطه ميه، عشان تحافظي على الحاجه اللي هتخزنيها تفضل معاكي فتره طويله من غير ما تبوظ وكمان من غير ما طعمها يغير. بصوا هنزل هرسة الشطة كده البسيطة السهلة دي اللي بتفضل معانا فترة طويلة من غير اي مواد حافظة خالص. كل اللي حطيناه ان احنا ضربنا الفلفل ونعمناه شوية وضفنا عليه معلقة الملح، ممكن تكتري الملح او تقللي حسب ما انت عايزة، بس كانت المعلقة الكبيرة حلوة جدا للبرطمان. البرطمان بتاعي كيلو ما شاء الله، يشيل كيلو من الهريسة. وبعد كده هنزل بكوباية صغيرة من الزيت او نص كوباية كبيرة من الزيت، واحط حبة زيت كده في قعر البرطمان، وهنزل على طول الهريسة بتاعتنا. وبعد كده من فوق كده على الوش هنحط معلقة صغيرة من الزيت علشان تعمل عازل، وكمان عشان تحافظ لي على الهريسة بتاعتي لأطول فترة ممكنة. الهريسة دي اللي احنا عملناها بس بالملح والزيت هتفضل معانا فترة طويلة في الفريزر، لكن الهريسة اللي احنا عملناها يا حبايبي بالثوم والتوابل وكمان بالكمون والكزبرة دي هتبقى في التلاجة للاستخدام كده، تفضل معاكي شهر واكتر في التلاجة وتفضل قمر وتحفة. هكمل كل الشطة دي الباقية، هكمل كل برطمانات الهريسة القمر دول. شايفين 2 كيلو هريسة من غير اي تعب ولا اي مجهود، تحفة، شكلهم تحفة، طعمهم تحفة. الهريسة اللي بالتوابل كانت رهيبة خطيرة يعني. بصوا الوصفات اللي جاية الهريسة دي هي البطل معانا. هتشوفوا ان شاء الله وصفات جاية كتير، بس شجعوني بالكومنتات واللايكات عشان تشوفوا فيديوهات حلوة. والله العظيم مشاهدتكم للفيديو بترفع القناة وبترفع كمان معنوياتي، لما اشوف المشاهدة ونسبة المشاهدة في القناة تترفع هتخلي ناس كتير حبايبنا تشوف الفيديو. بصوا يا حبيبي ما شاء الله شايفين الكمية قد ايه، يعني 3 كيلو من هريسة الشطة، تحفة تحفة تحفة. حاجة كده في بيتك من غير ما تشتريها من بره، من غير اي مواد صناعية. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم والفكرة تكون عجبتكم، وتجربوا الهريسة الشطة بالطريقتين السهلين جدا جدا اللي احنا عملناهم مع بعض. اهم حاجة تحافظ عليها في الفريزر او التلاجة من غير ما تحطي فيها معلقة فيها مية عشان تعيش معاكي اطول فترة ممكنة. يا رب الفيديو يكون عجبكم والخلطة النهاردة والوصفة بتاعتنا تكون عجبتكم. متنسونيش باللايك والكومنت الحلو عشان اللايك بيرفع القناة والكومنت بيرفع معنوياتي. اخر الكلام صلوا على حضرة النبي العدنان. سلام.